خلي السعادة عادة، ويلا بينا نعمل طاجن السعادة. السعادة شيء نسبي، يعني اللي يفرحك ممكن يكون ما يفرحنيش. ممكن ناس تشوف سعادتها في الخروج أو في السفر، وممكن ناس تشوف سعادتها في المطبخ. تعالوا النهاردة نعمل طاجن السعادة، واحنا اللي هنختار سعادتنا بإيدينا. يلا نشوف وصفتنا النهاردة ايه. معايا معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين سكر، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين من اللبن، وكمان 5 معالق عشان هسقي بيهم طاجن السعادة. اول حاجة معايا الطاجن بدهنه كويس قوي بالزيت بالشكل ده. نحط المكونات الجافة الاول، معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة كاكاو خام، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بنقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده. وهنا بيجي دور المواد السائلة، معلقتين كبار من اللبن، معلقة كبيرة من الزيت. هو ده طاجن السعادة بتاعي. بضرب المقدار كويس قوي مع بعض. لو احتجت دقيق، لو كان الخليط بتاعي سايل، ولو كان سميك زي كده بحط تاني لبن. وادي شكل او قوام طاجن السعادة معايا. خلصنا طواجن سعادتنا، هنحطهم في الفرن لمدة 10 دقايق على درجة حرارة 180، أو في الميكروويف لمدة 3 دقايق. يلا نشوف شكلهم بعد ما يطلعوا من الفرن هيبقى عامل ازاي. وادي شكل الطاجن بتاعي بعد ما طلعناه من الفرن. قعد حوالي 10 دقايق، وفي الميكروويف 3 دقايق. بنغزه بالشوكة كده بس بعد ما يبرد خالص، عشان هشربه اللبن. أنا عايزة الكيك بتاعي يبقى جوسي، مش عايزاه مجرد كيك وخلاص. اللبن بتاعي بارد مش سخن. وهنا وصلنا لسر سعادتنا. كل واحد شايف سعادته فين عشان يزوق بيها الطاجن بتاعه. في ناس تحب لوتس، في ناس تحب نوتيلا، وفي ناس تحب شوكولاتة، وفي ناس تحب كمان كريم شانتيه. انا النهاردة هشوف سعادتي في الشوكولاتة البيضاء. هنزوق الطاجن السعادة بتاعنا بالشوكولاتة البيضاء. يلا نشوف هنزوقه ازاي. بنحاول نفردها كويس عشان نغطي بيها الكيك كله. فردنا الشوكولاتة البيضاء بتاعتنا، نحط البسكوت بتاعنا بالشكل ده، وشوكولاتة شيبس. وبكده تكون وصفتي النهاردة خلصت، وصفة طاجن السعادة. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم لايك وشير، واستنوا وصفات تانية جديدة ومميزة مع الشيف زينب السيد مع اوت بوكس فود.